السلام عليكم احلى ناس في الدنيا، يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. في فيديو نزل على الشانل التانية عشان تفهم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، فلازم تروح تتفرج عليه، يا تتفرج عليه وتيجي تكمل الفيديو ده وبعد كده تروح تتفرج عليه. هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. متنسوش تخشوا على الشانل بتاعت محمود فرج عشان عنده مشكلة في القناة، وهتفضل المشكلة بتاعتنا لسه موجودة ومحلناهاش. طبعا الفيديو بتاع المرة اللي فاتت بيتكلم عن عبد الكريم صاحبي اللي واقع في مشكلة صعبة شوية، ان شاء الله بنحاول نحلها، واحنا دلوقتي في الطريق لواحد صاحبنا تعبان شوية. الموضوع باختصار، هتتفرجوا على الفيديو الاول هتعرفوا ان احنا كنا المفروض في وسط البلد ورايحين نقابل شخص معين. فالشخص ده انا اتكلمت معاه على اساس ان انا عبد الكريم، وبعدين في اخر الفيديو كده بيجي بعربيه فبلاقيه بيجري اول ما بيشوف ان انا مش عبد الكريم. فده بيدل على ان احنا بنتكلم مع ناس عقليتها مش سهله، ربنا يستر. عايزين حلول، فيا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي يتفرج على الفيديو التاني ويكتب لي حل في الكومنت هنا او على انستجرام. لو مش متابعنا على انستجرام في حاجات كتيره مهمه بتنزل على انستجرام، فيا ريت ان شاء الله تروحوا كده وتشوفوا الحاجات اللي بتنزل على انستجرام. ايه عايز ايه؟ مش كيمو نزل حاجه مكوش كده اللي ورانا ده، فنكمل كلامنا. عايزين حل يا شباب، عايزين حل سريع وحل قوي، عشان محدش عارف الناس دي ممكن تعمل ايه. عايزين نتوقع الناس دي ممكن تعمل ايه معانا. انا عارف الموضوع مش سهل وبرضه ان شاء الله مش صعب. خش. احنا دلوقتي رايحين لواحد صاحبنا عيان شويه، بس الموضوع لسه ما انتهاش على كده. معانا محمود هيحاول يجيب لنا الرقم اللي كان بيكلمنا ده من على الGPS ونعرف هو فين بالظبط. طبعا الناس دي مش سهله، فممكن نكون احنا اصلا دلوقتي كلنا متراقبين، بس احنا من اول الطريق يعني عمالين نبص ورانا ومأمنين الدنيا كويس. زي ما قلت لكم كيمو ورا الكاميرا اهو ومحمود معانا، ونروح نشوف صاحبنا ده ماله، هنعرفكم برضو هنعمل ايه في الموضوع ده. اهم حاجه خد الفيديو ده شير واعمل لايك عشان يوصل لغيرك، ساعدونا نحل الموضوع ده. احلى ناس في الدنيا، تابعوا معانا الفيديو. دلوقتي احنا جبنا صاحبنا العيان جيمي النازل مشتي يا عيني. مجنون. مش عارف الصبح الشمس هتعمل معايا. لا انت ما تنزلش الصبح كده بقى. ممكن بقى حضرتك يا استاذ محمود تاخد الرقم وتشتغل بعد اذنك. كيمو اديله التليفون يا كيمو. في واحد صاحبنا ما بيردش، مش عارفين ده يعني اتخطف ولا ايه اللي حصل له. عايزين نخلي بالنا بس بالله عليكم، خدوا بالكم كده يكون حد يراقبنا كده ولا كده. استاذ محمود عم يشتغل. يرن لما ما ترد عليه يا عم، حتى لو حد مراقبه عادي. عايزين نحاول نجيب لوكيشن للمكان ده يا استاذ محمود. محمود هاكر قديم يا جدعان، بيتكلم بالصوغه لمبه. بيقول لك ايه؟ فتش فين؟ بيهزر ولا بيتكلم بجد؟ مين؟ تفتش من مين مش فاهم؟ ثبتوه؟ تثبت يعني؟ لا يا عم حوار من حواراتك يعني. بيحور؟ والله حوار من حواراتك. مش كفايه اللي احنا فيه؟ مش عارف بصراحه. مش عايز يجي معانا حاول تجيب لنا عم محمود. ايه؟ بحاول اهو.
تعمل ايه؟ هو اكيد مش هيكتب الرقم يجي يطلع اللوكيشن يعني. ماشي، ما انا عايز السهولة دي. اعرف، وريني بتعمل ايه طيب. طبعا مش سهل خالص ان انت تجيب برايفت نمبر تعرف مكانه فين. لازم تجيب اصل الرقم وبعد كده تشوف الرقم ده مكانه فين دلوقتي. حاول تعرف لنا. هشيل لك الحته دي عشان اصلا مش باين الرقم. احنا طبعا واقفين في مكان ايه فاضي، بس شوف برضو لو يكون حد ورانا ولا حاجه. فلتبحث. اقطع الشحن. في اخبار يا استاذ محمود؟ والله وصلنا اللوكيشن بس مكان غريب شوية. ماشي. يعني الرقم معمول بجيميل، فده مكان الجيميل آخر مرة اتفتح فيها. ماشي. في حتة اسمها مش عارف ايه، العطارة. العطارة. حتة كده فاضية كده زي تل صحراء. صحراء؟ هو المكان اللي انتوا كنتوا بتفحطوا فيها كيمو صحراء؟ المكان اللي احنا كنا بنفحت فيه، اه. هو المكان اللي احنا كنا بنفحت فيه مش صحراء ولا حاجة. امال؟ طب انت تعرف حاجة باسم العطارة؟ تقريبا سمعت الاسم ده قبل كده، بس المكان دوت كله اوريدي فاضية، واخد أماكن هناك وكده، وفاتحها مثلا زي مزرعة وقافلها. ما تقفل الشباك ده عشان نعرف نسمع بعضين. يعني انت عارف المكان انا ده؟ سمعت عن المكان ده قبل كده، بس هي مش صحراء، هو مكان عامل زي الزراعات القديمه دي اللي بيبقى فيه نخل وفيه ترع والكلام دوت. طب ايه رايك يا كيمو نروح ولا ايه؟ المكان مش والله انا شايف ان الموضوع هيبقى بالبلد كده نوش. ما احنا عشان نحلك من الحوار ده. بص يا انس، عشان يقعدوا في حته زي دي مؤمنين نفسهم جامد، احنا مش هنروح مش هنعرف نعمل معاهم حاجه. وزي ما انتوا زي ما هو بيقول ان هم تجار اثار والكلام ده، فاكيد مش سهلين يعني. ماشي، ما هم دلوقتي حتى مش عايزين ياخدوا الحته اللي معاه ويسيبوه. اكيد اكيد في حاجه تانية يعني، اكيد في حاجه ناقصه. ماشي، ما هنحلها ازاي؟ هنفضل هربانين بيه هم كده هو عايزين منك ايه بالظبط؟ انا مش عارف، انا كلمتهم وقلت لهم ياخدوا الحاجه قدام انس وهم مصرين ان انا اقابلهم وعايزيني. مش عارف هم كده طالما عايزينه هيتوه. ما اظنش كده ان هم عايزين حاجه. هم انا عايز اسال سؤال، الحاجه دي جت في ايدك ازاي؟ الكلام ده انا حكيته كان مصور المره اللي فاتت. ليش انا ما كنا بنفحت في مكان والحاجه دي طلعت مني وطلع خير كتير يعني. طلع بايدك؟ ايه؟ طلع بايدك انت؟ لا مش انا اللي كنت شغال. لا، الحاجه لما انت اللي مسكتها اول مره ولا حد غيرك اداها لك؟ لا هي الحاجه طلعت والحاجه وهي بتتلم كده كان في شبه هرجله. احكي له اللي حصل، احكي له دار من اول ما قلت لي كده على الحوار ان هي سحرتك وحسيتها ان هي بتشدك كده. احنا كنا بنفحت ولما الحاجه دي طلعت انا لما شفت الحاجه دي انا ما اعرفش ايه اللي حصل لي. كان الحاجه دي بتناديني، خدتها كده بدون تفكير. رايح فين؟ بس القصه مش في الحاجه. امال هم عايزين يجيب لهم حاجات تانية. هو هيجيب لهم منين؟ يطلعها، ان هو يطلع الحاجه من غير اي مشاكل دي في حد ذاتها هم عايزين الكلام ده. يا ابني ما هو خدش الحاجه كلها، ده هو واخد حته بس. هو خد حته بس يقدر ياخد تاني. ماشي، ما هم زمانهم مش هم طلعوا اللي هناك يا عبد الكريم؟ هو في حاجات طلعت من هناك، بس على ما اظن انا سمعت ان هم كانوا بيقولوا المكان مليان، يعني اللي طلع ده جزء صغير. يعني في حاجات تانية ما طلع هو طلعتش. موجود. هم عايزين يجيب باقي الحاجه، هم ما يلزمهمش
الناس ده مهمش الحته دي. ممكن المكان يكون هناك على اسمك او مكان مرتبط بيه. الحاجة دي اعرف ان هي ممكن تكون بتاع جد 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 جدك وانت ما تعرفش اصلا. هي في كل الحالات مرتبطه بيه كده. هم مش عايزين حاجه، هم عايزين يجيب لهم باقي الحاجه. احنا دلوقتي عندنا يا نروح هناك ومثلا انت تستنانا في مكان بعيد ونحاول نتكلم مع حد فيهم، لا يا نستنى ونشوف ردة فعل. لو راح هناك مش هتعرف تطلعه تاني. ماشي، ما هو احنا كده هنفضل هربانين. لا احنا هنسويهم. هنفضل برضه في الحوار. هنسويهم ازاي بقى؟ احنا عرفنا اللي هم عايزينه وهم مش عايزين يقولوا. نسويهم هم يقابلونا بدل ما هم عايزين الحاجه تطلع لكم بس في شروط. نبدا عايزين نقابلهم في اي مكان تاني. ان احنا نروح لهم هناك دي مستحيل. الموضوع صعب مكانهم. نفصل بقى وشفت كان ايه اللي حاصل معانا هناك. ماشي، ما هو كده شافني انا كمان. ده هو شافني هو وجري. الحل الصراحه، هي الحل. انت عايزني عشان 1 2 3 وش مش عايز الحته ما تلزموش. هو باين على اللي انت بتقوله الحته كده ما تلزموش. اول ما هتقول له الكلمتين دول هيجي معاك على طول، هيقول لك ايوه انا عايز 1 2 3. طب خلاص، عايزين نكلمهم ازاي؟ لا تكلم برايفت نمبر استنى هو يتصل. لا، ما هو كده مش هيتصل. اكيد هيتصل. هو اتصل عليا النهارده. هو اللي محتاج. اتصل عليك النهارده؟ يا راجل مش تقول لي طيب. هو محتاج، لازم يتصل. هو بالنسبه له كده في حاجات تانية كتير قوي ما طلعتش عايز يطلعها. عموما دلوقتي احنا مش في ايدينا حل غير ان احنا نستنى اتصال الراجل عشان نعرف بس هو عايز عبد الكريم تاني يطلع له حاجة تاني، ولا الموضوع في انتقام يعني. هو بس انا موضوع ان هو يطلع حاجة تاني دي انا شايفها صعبة شوية، لان اكيد كان معاكوا شيخ او حاجة زي كده، صح؟ هو كان في حد ما تعرفش عليه شيء. ساحر. طب ما يمكن الساحر ده واخد حاجة من مكان من قطرك، عشان كده بيعرف يوصل لمكانك من غير ما تحس. لو خد بس شعرة من شعرك يعرف يجيبك. هو الكلام اللي انت بتقول عليه جايز. طب انا بس افتكرت. هو طلب منك تعمل حاجه الساحر. افتكرت ايه؟ الراجل ده في موقف كده حصل بينه وبينه. الراجل ده اول ما رحت المكان كان بيبص لي بصه غريب. مش فاهمها. جيت وسألته كده. عايزين نخلي بالنا بس بالله عليك. انت سألته وقال لك كان بيبص لك جامد. فلما جيت سألت الراجل ده وقلت له انت بتبص لي كده ليه؟ قال لي انت هتعرف. بس مش دلوقتي. انا ما ترجمتش الجملة دي الا وانتوا بتتكلموا في الكلام. كان معاك حاجه هي اللي فكت الكلام. انت ممكن بقى عليك حاجة بس ما اعتقدش يعني. مش هو كده معاه حاجه هو اللي عمل بقى، هو استخدمه. ممكن يستخدمك انت في فتح المكان، مش شرط يستخدمك انت كشخص، ممكن يستخدمك كروح يعني. الحاجات دي ليها اسرار وخواص يعني جامده. طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده ممكن يكون فيه الغاز كبيره والناس مش فاهماها، بس الناس اللي بتفتح الحاجه دي لازم تفتحها بسحر. بس انا كنت عايز اسالك عن حاجه تانية. الحاجه دي معاك من ساعتها في حاجه متغيره؟ لا الحاجة دي بس انا حاسس الاحساس الوحيد الغريب من ناحيتها ان انا حاسس ان هي مرتبطة بيا. حاسس ان في ترابط بيني وبين الشيء. يعني في مشاكل بجد عليك فيها حاجه غريبه؟ لا والله يعني. طب جربت تحطها في مكان بعيد؟ اديها لحد؟ لا هو للاسف الحاجة دي زي ما قلت لك انا حاسس ان هي مرتبطة بيا، فانا لما ببعد المكان ده عني، يعني لما ببعد الشيء الحاجة دي عني بحس ان الحاجة دي بتناديني المكان ده. عارف انت اللي كأن شيء موصول. احنا ممكن. طيب بص اقول لكم على حاجه، انا عندي حل حلو. احنا ممكن نروح المكان اللي جمال انا عارفه ده ونشوف ايه الدنيا هناك.
بس نروح من بعيد لبعيد كده، نشوف الدنيا، نشوف يمكن نعرف نقابل حد، نتكلم مع حد كده يعني، وربنا يستر. استنى المكالمة احسن. هنستنى المكالمة، هيطلب برضو يقابله لوحده. هو المرة اللي فاتت لما شاف وشي بس جري. هما هو كان عايزك تنط في العربية؟ لا، ده هو قال اللي معاه وقف وقف وقف، ومرة واحدة قال لا اطلع اطلع اطلع، فاهم؟ الكلام ده توقع. طيب معنى كده ان هو الكلام ده انت عشان تروح هناك يمتهم في مكان فاضي زي ده، فاكيد مأمنين. لو لمحوكم مش خلاص الدنيا باظت. هو انا مش خوفي عليا انا خوفي بس عليه هو. انا أيوة. متأكد لو مسكوه مش هيحلوه. طيب برضه مشكلة، ما بيهزروش الناس دي. وانا عمري طيب ما احنا بقى هنعمل ايه؟ ما احنا كده هنفضل برضه في نفس الدايرة. بص انا عايز اجرب حاجة بس. نجيب الحاجة دي خليها مع واحد فينا وبعدين ويبعد عنها، شوف ايه ده. هيجري اهي. شوفنا في ما لو عليها سحر ولا حاجة ممكن هتلاقي عبد الكريم يتحول علينا. لا والله زي ما بقول. طب ليه مش ممكن هي تختفي من ايدينا وترجع له تاني في المكان بعيد؟ ممكن بسببها في الحتة دي احنا يتحول نعرف بني نتصرف آدم معاهم تاني. ونروح لهم بقلب جامد. هتروح له وتقول له ايه؟ ما هو انا اتكلمت معاه قلت له خد الحاجة بتاعتك ومش عايزين حاجة. هو عارف اللي هي مش هتجيب وخلاص. لا هو كده عارف، متأكد اللي هو حتى لو خدها مش هتبقى معاه، هتختفي منه. طب خلاص يا كيمو، تعال نطلع على البيت عندك او المكان اللي انت شايلها فيه، هات لنا الحاجة دي حد فينا يشيلها. خلاص نادي بقى. عايزين نوصل لدماغه، يعني هو ممكن دماغه عارف اللي هو خد منك الحاجة ملهاش لازمة، هتختفي من معاك أو مش هتبقى موجودة، هترجع لك تاني. فدي في حد ذاتها تبقى مشكلة أكبر. ممكن يبقوا عايزينك لحد ما يتصرفوا فيها. ما يتصرفوا دي موال تاني بقى، دي حاجة حوار كده. تاني أكبر وأكبر. لو هي مرتبطة بيك ولو احنا خدناها وديناها مكان بعيد عنك وجات لك لوحدها كده، يبقى هم عايزينك عشان يعرفوا يصرفوا الحاجة دي. عايز اقول لك دول اهم حاجة عندهم الفلوس، يعني ممكن يبيعوك مع الحاجة. وانا من حكم شغلي مع الناس دي اقول لك ان كلامك صح. على العموم يا جماعة الرأي برضو ليكم، فياريت تفيدونا في الكومنتات. احنا تايهين ومش عارفين احنا بنعمل ايه دلوقتي، عايزين بس حل عشان الراجل الكويس ده اللي زي اخوكم ما يحصلوش حاجة، عشان الناس دي ما بتهزرش، واحنا كلنا سايبين اشغالنا ومع بعضينا كده عشان ما يحصلوش حاجة. فاحنا هنروح دلوقتي ونحاول نجيب التمثال ده وربنا يستر بقى، عشان انا عندي احساس يعني والله اعلم ان طالما الحاجة دي بصيت لها مش عارف تستغنى عنها وخدتها وما اعرفش ايه، فانت بشكل كبير لو خدناها منك انت ممكن تبقى بني ادم تاني، ممكن تأذينا احنا. ربنا يستر. تعالوا نطلع كده وربنا يستر. تابعوا معانا الفيديو للاخر وربنا يستر. عشان تعرفوا البداية والأحداث هتلاقوا الفيديو على القناة دي، يوميات مغامر أنس. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هنا وهنا عشان نوصل إن شاء الله 100,000 هنا و100,000 هناك. وما تنسوش تتابعونا على الانستجرام عشان تعرفوا كل اللي بيحصل أول بأول، وساعات بنطلع كمان لايفات.